السيد الوزير المحترم، عندنا واحد الشعور واحساس بان هذا الموضوع موضوع عادي، والحال ان هذا الموضوع غير عادي. من خلال الجواب اللي تفضلتوا وقلتوا، طبعا نقول لكم عندنا ثقه في شخصكم وفي انتم معروفين بالنزاهه وبالجديه، ولكن هذا المشكل ما تحلش، وحنا اللي تيهمنا هو التعلم نتاع الاطفال ديالنا بعيدين على كل الاعتبارات اخرى. دابا تتكلموا على الكفايات والمضامين والتركيز على التعلمات الاساسيه الى اخره. هادشي راه المفروض يكون، ماشي غننتظروا دابا. واش تظنوا باضافه اسبوع مقابل الثلث في السنه الدراسيه اللي ضاع غادي يحل المشكل؟ يمكن نقلبوا على المصطلحات كاع اللي كاينين في اللغه العربيه باش نبينوا على اننا غنوجدوا حل. هادو اللي تيجيبوا لكم هاد الاقتراحات راهم عارفين بان كاين خصاص ناتج على كوفيد، كاين خصاص ناتج في الاصل على غياب التعليم الاولي في المدرسه العموميه، ناتج على يعني رفض الاساتذه العمل في الجو اللي كاين منذ مده. ومع الاسف حنا سبق وتقدمنا بهذا السؤال في افريل المنصرم وحذرنا من هذا الشيء اللي حنا وصلنا له دابا. اذا اضراب العام الاخر، اضراب هذا العام، والى متى؟ هل يوجد حل حقيقي للازمه؟ اما التعلمات راه سنين طويله باش يمكن ان يعني نرجعوا ما ضاع من الاطفال ديالنا. اليوم الوليدات ديالنا مقبلين على لي كونكور، مقبلين على امتحانات ما يقدوش. المحترم والتعقيب لاحد السيدات او الساده النواب من الفريق الاشتراكي المعارضه الاتحاديه. السيد الوزير، سمحوا لنا في البدايه ان نهنئوكم على التلاوه الجيده لهذه الاجراءات، ولكن سمحوا لنا ايضا في الفريق الاشتراكي اننا نعطيكم الوجه الاخر لهذه الاجراءات اللي عملتوه. السيد الوزير، نهجتوا منذ البدايه سياسه الاذن الصماء تجاه المطالب نتاع الشغيله التعليميه، وحنا الا عرفنا ان الحكومه ديالنا مصابه بالصمام، غير انه ما كناش كنتوقعوا ان الحواس الخمس عندها معطله. السيد الوزير، الاجراءات اللي قمتوا بها كانت في طبعها الارتباك والسورياليه، واللي خلى اكبر نجاح حققتوه بها هو انكم افقدتمونا الثقه في المؤسسات. وعلى ذكر الثقه، كيفاش السيد الوزير اليوم باغي تقنعونا بتكافؤ الفرص بين تلاميذ المقاوله التعليميه اللي اليوم كيواصلوا التحصيل ديالهم وتلاميذ المدرسه العموميه اللي اليوم كتعرف شلل تام من بعد الاجراء الاليم اللي قمتوا به بالتوقيف المؤقت للمضربين والمضربات. تشخصون الوضع على انه توقف للدراسه، وليس توقفا للدراسه، هو اضراب رجال ونساء التعليم بسبب مرسوم استهزأتم فيه واستهنتم فيه بقدره هذا الرجال ونساء التعليم على انهم يدافعوا على مطالبهم ويدافعوا على حقوقهم. اجراءات اليمه بشرتوها سيد الوزير منذ توليكم هذا القطاع، واللي اليوم كنجنيو الثمار ديالها. اجراءات اللي جبتوها اليوم انتم كتوقفوا الساده الاساتذه. شكرا سيده النائبه. وتعقيب للفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه. سيد الوزير، شكرا على الجواب ديالك على هذه الاسئله اللي هو محوري في هذه السنه الدراسيه الاستثنائيه والغير طبيعيه. فاحنا ما كنمخصوش من المجهودات اللي قامت بها وزارتكم والاجراءات اللي قمتوا بها من اجل تمديد دعم التلميذ، الدعم المدرسي، ولا تمديد واحد الاسبوع من السنه الدراسيه، لكن كيبقى هذه الاجراءات سيد الوزير غير كافيه في هذه الظرفيه هذه، خصوصا ان احنا كنواب الامه الان كنجدوا او كنلتمسوا من جميع الاطراف، لا حكومه ولا نقابات، وكنعرفوا ان المغاربه دائما كيقدروا الاسره التعليميه وكيقدروا الاساتذه، وحنا مع الاساتذه ومع التلاميذ، لكن بغينا الان جا الدور ديال الجميع ان احنا نستحضروا 7 مليون تلميذ وتلميذه ان نقضوا لهم هذه السنه الدراسيه خوفا من سنه بيضاء، ونستحضروا المصلحه الوطن هي الاولى، ومصلحه ديال الاسره المغربيه والمواطنات والمواطنين والتلاميذ والتلميذات، ونكونوا كاملين. هذا الملف هذا خصو في الحقيقه جاء الوقت فين هو. شكرا السيد النائب. وتعقيب لفريق الاصاله والمعاصره. السيد الوزير المحترم، القطاع ديال التربيه الوطنيه عاش على وقع اضرابات متكرره لفئه الاساتذه، الامر اللي تسبب في تعطيل الدراسه لبعض المدارس العموميه، وتسبب كذلك في
تسبب يعني في عدم تلقي التلاميذ الدروس ديالهم الاساسيه، على عكس المدارس الخاصه اللي الامور فيها غاديه مزيان، التلاميذ كياخذوا الدروس ديالهم يعني بشكل طبيعي. وجيتوا السيد الوزير في الجواب ديالكم قلتوا ان الخطه وضعتوا واحد الخطه باش تامنوا هذا الزمن المدرسي، وحطيتوا على راس هذه الخطه يعني انكم ضفتوا اسبوع في نهايه الموسم الدراسي. بالله عليك السيد الوزير، واش اسبوع اضافه اسبوع في الموسم الدراسي كافيه؟ يعني كافيه باش نامنوا بها 3 شهور اللي التلاميذ منقطعين على الدراسه؟ السيد الوزير كنلتمسوا منكم باش تضيفوا اجراءات اللي هي مهمه، اجراءات اللي نقدروا يعني نقدوا بها هذا الزمن المدرسي، واللي من بينا كنتظروا السيد الوزير انكم تقولوا لنا راه غادي نستغلوا هذوك العطل البينيه باش هكا نقدروا نحققوا المبدا ديال تكافؤ الفرص بين القطاع العام والخاص. وشكرا. شكرا السيد النائب. السيد الوزير، نرجع بكم شويه للوراء الماضي القريب. في البرنامج الحكومي قدمتوا واحد سقف عالي من الطموحات ومن الوعود الورديه، وخلقتوا انتظارات كبيره ما تحققش حتى الحد الادنى ديالها. اليوم السيد الوزير، الاسر المغربيه كتعيش كابوس حقيقي خوفا على المستقبل الدراسي للاطفال الابناء ديالهم. المدرسه العموميه كانت تحتضر والان هي مصابه بسكته دماغيه، ونعيب عليكم السيد الوزير التاخير في التدبير السياسي للوضع الحالي ومنهجيه ديالكم اللي اعتمدتوها في معالجه مطالب صناع الاجيال لادى بنا لهذه الحاله المقلقه. وبدل انكم الديب الجليد ازدتموه صلابه بسلسله التوقيفات التي طالت الاساتذه مما زاد من الطين بله. اصبح هم وهاجس الوزاره انكم تكملوا المقرر الدراسي على حساب الجوده، وتناسيتم كيف سيواجه التلميذ المستويات الدراسيه اللاحقه الى ما اضفناها الى التعثرات المسجله في جائحه كورونا. ولكم ان تتخيلوا كيف سينعكس هذا التراكم السلبي على مستوى التلميذ وعلى شباب وشابات هذا الوطن. ومن هنا اتساءل السيد الوزير، واش باقي عندنا امل اننا في المستقبل نلقاو اطر ومسؤولين في الادارات اللي هما خريجي المدرسه العموميه، ام انها هي خطه باش انكم تفسحوا المجال او انكم بالعربيه تخلوا البلاصه لابناء الميسورين وتحيدوا ابناء الشعب، لان الاساس اللي هو مبدا تكافؤ الفرص غير متوفر. اليوم السيد الوزير في المنصه عطيتونا مجموعه الاجراءات اللي ما عطاتش الاكل ديالها وماشي هي الحل. الان نسائلكم شنو هو الحل؟ شكرا السيده النائبه المحترمه. تطبيقا لمقتضيات الماده 267 من النظام الداخلي، هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ تفضل. سيد الوزير، كنعيشوا واحد الحاله اللي هي شاده وخطيره، لانه كل شيء يمكن لنا نتعاملوا فيه الا اننا نتعاملوا في الصحه والتعليم. التعليم راه حنا كنشوفوا اليوم ولاد المواطنين ولادنا ولا الشعب شنو واقع لهم. هذا الشيء السيد الوزير غير مقبول، خاص كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو من البلاصه اللي هو فيها، لان ما كنظنش انه كنا غنتعاملوا ببروده لو انه كانوا الابناء ديالكم وديالنا كيقراو في التعليم العمومي. وشكرا. شكرا السيد النائب.